كمان هتقل مني حضرتك؟ انت غاوي اذى. اقول لك دلال مين وما تزعلش. يا مساء الفل على حبايبي الابطال اللي بيتابعوا دوري الابطال. وبعد ما خلصنا الجزء الاول من طقوس المصريين في دوري الابطال، يلا نخش على الجزء الثاني والكابتن المصري في دوري الابطال. مساء الجمال يا كابتن زيزو. لا ستوب ايه ده؟ كابتن زيزو ايه؟ كمان هتقل مني؟ انا ابو العز الكابتن عزيز تقول لي زيزو على اخر الزمن؟ ده مش انا اللي بقول، انا بقرا لك رساله من جيسي من الشيخ زايد. عيون كابتن زيزو يا جيسي اموري والكابتن زيزو ينفذ. يا حنين، هي ملهاش في الكوره وعاوزه تعرف الفرق بين دوري الابطال ودوري المصري. ببساطه لو عندهم اسمه دوري الابطال فاللي عندنا اسمه دوري الاطفال. بتقارني ايه بايه حضرتك؟ عاوزه تقارني دوري بيلعب فيه كابتن محمد اشرف روق او لاني سليمان بدوري بيلعب فيه ميسي ونوير؟ حرام عليك. صلى على النبي في قلبك يا كابتن، كلنا ولاد 9. ما اختلفناش يا سيدي، بس هي امكانيات. يعني انت تبقى شايف اللعيبه الاوروبيه ما شاء الله شبه العربيات الفيراري فول تانك 98، وتفتح اون سبورت تلاقي لعيبه بزنبلك عاوزه لا مؤاخذه يتعضعض لها حجاره عشان تقدر تجري، وتقول لي نقارن؟ طب واللي بيقارن ليه؟ ما يتفرج وهو ساكت. غصب عنه طبعا. ما هو المصري من كتر الكبت بيتفرج على دوري الابطال عشان المقارنه مش المتعه. انت فكرك لما تقول لصاحبك يا كابتن ده ليه؟ ما هو من كتر الكبت اللي عنده، فالمقارنه هنا حرام شرعا. زي بالظبط اللي متجوز فاتن بنت خالته وبيتفرج على كليب شاكيرا وبيقارن. كلها نسوان بس في فرق في السمانه. محمد العدوي بيقول لك يا كابتن انا عاوز اكشف نظر، عشان بعد ما بتفرج على التشامبيونز ليج وافتح الدوري المصري عيني بتزغلل. لا معلش، كله الا جوده تصوير ملاعبنا. الجوده دي مقصوده لان مصلحتك انك ما تتفرجش اتش دي. والله عايز تشوف تفاصيل سفر نجيلي بترو سبورت 4K ليه؟ انت غاوي اذى؟ مش مهم تشوف، المهم تسمع. تعال سمعك. الكورة في اوروبا دي اي كلام، تيجي ايه في حلاوتنا احنا يا سلام. استادهم زحمة كده ومليان، هنا هو اسم الله تراوى كمان، لعبتهم كسر وفلسو كمان. احنا اصل الكورة هنا العنوان. معلي يلا الابطال اللي بجد. هاتلي شبان يا بيكهام، الله يا دونجا يا سيدي يا نتفت تعالى، هات المعلم يا ميسي تريزيجيه دي ماريا ومعاكم نيمار. أبطال احنا الأصل والباقي تقليد. الله، ايه الدلال ده يا كابتن؟ أقول لك دلال مين وما تزعلش. صفوان من الخصوص بيسألك يا كابتن ايه سر حب المصريين في دوري ابطال اوروبا، مع انه شايف ان دوري ابطال افريقيا ممتع اكتر؟ زي القرع بنمد البره يا صفوان يا اخويا. مع ان دوري ابطال افريقيا ما اثرش معانا في حاجه، بالعكس ده كله اثاره وتشويق ودراما وسيره ذاتيه. هو فيلم سينما؟ لا، وضح لجمهورك يا كابتن عشان المصداقيه. التشويق انك ما تكونش قاعد على بعضك، الماتش هيتلعب ولا هيتاجل. ساعات تبقى فاكر الماتش 7 تلاقي اللعيبه بتسنطر 5. هنا الاتحاد الافريقي بيلعب على عنصر المفاجاه. طب والدراما دي بقى بتبقى بين اتحاد الكوره، الاتحاد الافريقي يبعت خطاب، الاتحاد المصري يفتكره وصل غاز يحطه في الدرج وما يقراهوش، ففريق من عندنا يلبس ماتش في بلد الفرقه اللي بتلعبه. طب بذمتك في دراما اكتر من كده؟ والكلام ده مش موجود في اوروبا. وفعلا في سيره ذاتيه ولا دي فرشحه من حضرتك؟ في حد يقول لكابتن محترم حضرتك؟ طبعا يا سيدي في سيره ذاتيه. هو لما فريق معين يخسر فيطلع حد معين يجيب السيره الذاتيه لام كل لاعب معين في الفريق المنافس، ده يبقى ايه؟ على حق يا ابو الكباتن، سيره ذاتيه و18 بلس كمان. تعرف لو في دوري ابطال اوروبا عندهم متعه كرويه، فاحنا عندنا المتعه اللي ما بعد الكرويه، يعني المتعه اللي بعد الماتش. اصل احنا ما فيش فريق يخسر ويسكت. انت عارف بقى اللي بيحصل في الاستوديوهات. رساله من عنتيل القناطر الخيريه بيقول لك ليه يا كابتن دوري ابطال اوروبا الماتشات بجماهير والدوري المصري من غير جماهير؟
الا الظلم عنتيل. الاتحاد المصري عايزك تمشي بمبدأ لحالي احلالي، ده بيدلعك، عاوز يحسسك انك لوحدك في الاستاد ولا كانك ابن صاحب الملعب، ومش عاجبك وبتتذمر، ده عاوز يحسسك بشعور محمد رمضان وهو في طيارته الخاصه. تقول لي جماهير وزحمه، وحشاك الزحمه يا اخويا، انزل على القهاوي. جماهير وش فقر صحيح. وبمناسبه القهوه بفكرك تشوف الجزء الاول من الحلقه دي في طقوس المصريين في دوري الابطال، ولو لسه عندك اسئله عايزني ارد عليها سيبها لي في الكومنتات وهرد عليك بنفسي. كل حلقه وانتوا كرويين، سلام يا ابطال.